سمسمة تحكي لكم النهاردة حكاية الكلب الوفي بوبي. عمرو كان ولد عنده 9 سنين عايش في القرية، عنده صاحبه جميل اسمه بوبي. بابا الفلاح عويس كان كل يوم يروح الحقل يزرع، ياخد عمرو معاه، وعمرو بياخد الكلب بتاعه بوبي وبياخد الكورة عشان يلعب معاه. بوبي كان بيحب عمرو قوي، عمرو بيحبه قوي، وكانوا بيلعبوا وبيروحوا كل الأماكن مع بعض. في يوم من الأيام الدنيا كانت حر، عمرو كان بيلعب تحت الشجرة وجنب الشجرة دي ترعة. قال لبوبي بص أنا هقلع هدومي وانزل الترعة وانت احرس الهدوم، اوعى تتحرك من مكانك. وبوبي كان بيسمع الكلام، وقف جنب الهدوم عشان يحرسها. وعمرو نزل الترعة وكان مبسوط بالمية لأن الدنيا كانت حر. بس عمرو عمل غلطة، كل شوية كان يدخل في المية جوه خالص لحد ما عمرو كان هيغرق. البوبي بصله، ايه اللي حصل ده؟ طب انا اعمل ايه؟ عمرو قال لي ما تتحركش من مكانك، انا اسمع كلامه بس هو بيعمل ايه؟ انا خايف عليه. وبعدين بعد شوية قال لا خلاص، حتى لو عاقبني انا لازم انزل انقذه. وبسرعة شده من دراعه وقعد يشده جامد لحد ما طلعه، والمية كانت كتير وكانت صعبة، بس فضل لحد ما طلعه على البحر. وبعدين جري بسرعة عشان ينقذه. عمرو أغمى عليه ومش بيرد عليه، اتخض، جري بسرعة يدور على باباه وعلى أي إنقاذ. وبسرعة راح لبابا عمرو عويس وعمال يشده من هدومه ويشده ويهوهو جامد. وعويس بيقول له في ايه يا بوبي؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ وبعدين عويس حس ان في خطر وفهم ان في مشكلة، جري بسرعة. والفلاحين جيرانه واصحابه شافوه بيجري راحوا جريوا معاه ولقوا فعلا عمرو مغمى عليه وكان هيغرق. قعدوا يحاولوا ينقذوه ويطلعوا المية من بطنه لحد ما اتنفس وبدأ يبقى كويس شوية. بابا عويس خده على الحمار وهو كان تعبان وراح مع البيت، والبوبي بيبصله وزعلان عشانه خالص. ايه اللي حصل لصاحبي ده؟ انا زعلان. ومامته ادت له اكل وحطته في السرير ودفته وهو مش قادر ياكل الاكل فبقى ياخد الدواء. وبوبي بيبصله وعمال يعيط زعلان عشان صاحبه نفسه يبقى كويس. بعد ايام كتير عمرو بقى كويس وبدأ ياكل الاكل. بوبي بقى فرحان وبيتنطط وبياخد العظم وعمال فرحان وبيرقص لان صاحبه بقى كويس. وهو ده الصاحب الكويس الوفي اللي بيحب صاحبه وبيحاول ينقذه ويطلعه من كل المشاكل. توتة توتة فرغت الحدوتة.